سلام سلام. واليوم مع الطاجين من اعرق الطواجن المغربيه ديال الملوخيه والقيم. ما عرفتش واش كلشي الناس كيعرفوه. المهم انني غادي نبارطاجي معكم الطريقه ديالو الاصليه بجميع الاثار باش يجيكم رائع. ولكن راه المذاق سورتو الناس اللي كيبغيو الملوخيه راه مع القيم كيعطيها مذاق واحد اخر رائع جدا. هنا غنحب بعض المطيشات اللحم. تقريبا انا كنت درت واحد 2 كيلو، كانت عندي واحد الضيافه. درت الثومه واحد جوج بصلات، حيت كان عندي اللحم شويه زايد. تقدروا تقسموا هاد المقادير على جوج. مطيشه درت قياس جوج مطيشات مع نصيب، وجوج مطيشات الاخرين خليتهم حتى الاخير. هانتوما غتشوفوا شنو غندير بها. العطريه راك شفتوا، سكينجبير والخرقوم، الحميره، البزار والملحه والزيت، شويه ديال الربيع. الكميات راه كيبانوا في التصوير. غنوضعوا الكل كيتشحر. وهنايا غنمشي نوريكم الطريقه ديال التنقيه ديال الملوخيه اللي بزاف ما كيعرفوش ليها. هنا كدوروا مع الطريبيش ديالها، كنحاولوا نقيوه وندوروا مع دوك الحواف. من بعد قبل من هادشي كنكونوا غسلناها مزيان وعجناها مزيان بيدينا. من الاحسن اللي ما كيقدروش يعني يديروا، يعني ما يقدروش على الشوك ديالها، يقدروا يديروا قفازات. وهنايا راه هو هذا بحال السفرجل، كي هو ان بيبي سفرجل. كي كي يتنقى، كيتحك هكا باليدين بالصبيعات هكا ما بين الصباع، حتى كتحيدوا له ديك القشره الفوقانيه. وضروري تعصروا عليه الحامض، تحيدوا له القلب بيان سور. وهنايا كنروي اللحم ديال ما كيكون تشحر مزيان. كنمشي المطيشه ديالي اللي كنت خليت، كندير فيها العطريه كذلك، ولكن هي معلقه صغيورين جدا ديال القهوه. كندير منهم. وكندير الملوخيه ديالي كنديرها في هذيك الشرموله ديالها اللي كتخليها انها ما كتجيش باسله. كذلك القيم. وكنتسناو اللحم ديالنا يطيب لينا على خاطرو. هنايا كنت طليت على اللحم ديالي لقيته طاب، ولكن خصني واحد الزليفه فين يطيبوا لي الخضره ديالي. فوالا انا درت هنايا القيم والملوخيه ديالي. هنايا ممكن تضيفوا واحد الاضفتها انايا اللي هي البصله. هذه اختياريه، ممكن تضيفوها وهي كتعطي مذاق اكثر كتعاون حتى في الكميه، لانه القيم كلنا كنعرفوا انه غالي شويه. راه كيدير حتى 40 درهم 50 درهم للكيلو. بلا الملوخيه حتى هي الايام حتى هي ولات غاليه شويه. المهم البصله راها يعني اصيليه حتى هي في الطياب، ولكن اللي بغى يديرها كيديرها، اللي ما بغاش ما كيديرهاش. هنايا كنت ضفت شويه الحامض مصير سميتو الزيتون الاحمر. وهنا كنبداو كندريسيو في الطبق ديالنا من بعد ما كيكون اللحمه ديالنا طابت والبيان سور حتى هي طابت. كيجي اكثر من رائع 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 بجميع المقاييس. من يعجبكم، والى اللقاء. ولايك لايك لايك.